تقول أكتب لك هذه رسالة راجية منك سيدي المحترم مساعدتي في إيجاد رجل صالح يناسبني سنا لا يفوق 76 سنة، فأنا امرأة عمري 70 عام، أبدو أصغر. 70 سنة بصح تبان صغيرة، قالت لك ماشي تسمع 70 سنة تقول خلاص هي طاب جنانها واحدودب ظهرها وشاب شعرها، لا، 70 عام بصح أبدو أصغر من عمري. لا أستطيع أن أسكن وحدي، هذا ما جعلني أفكر في الزواج على سنة الله ورسوله. بارك الله فيك، يخاف الله. ما إيش قادرة تسكن وحدها، 70 سنة، ما عندها الدورية، ما عندها حتى واحد، وعندها مسكن. قالت لك تحوس على إنسان يخاف الله ومتفهما حنون. احنا نقدر نعرفوه يخاف ربي، ما يشربش، ما يسرقش، ما يكذبش، يصلي صلاته، بصح حانون هذا ما كيف نعرفه حانون؟ خلي حانون هذا كي يتزوج بك حتعرفي حانون ولا ماشي حانون. يرضى أن يشاركني حياتي ويكون لي عونا وسندا، فأنا تعبت لوحدي، رجائي أن يخرجني مما أنا فيه كي أعيش معه في ظل الألفة والمحبة والوئام المدني، والوئام مش الودني، والفونا الوئام مدني حتى ولينا كل ما نسمعوا وئام نقولوا المدني، والوئام ينفق علي مما يرضي الله. لدي سكن خاص بي وأنا أخت شهيد. إذا هذا المرأة هي تسكن في الجزائر، هي تسكن في الجزائر في العاصمة، وهي أعطت سنها والتليفون تاعها والعنوان تاعها. هاي كالشيخ هاي ماتت المرأة تاعو، ولا كالشبانهم يحوسوا يزوجوا باباهم. هاي 70 سنة في عمرها، قالت لك واني لاباس بيا تحوس شيخ. مسكينة ماهيش حابة تقعد وحدها، عندها دار، شيخ صباح طيب له قهوة حليب يقعدوا يتشايخوا، هم يسبحوا كيف يروحوا يجيبوا عمرة. شيخ تغسل له حوايجه، تسقم له عمامته. ما لا إذا أي شيخ حاب يتزوج، هيا روحنا نزوجوا لجان جاونا العجايز دوك نزوجوهم. هيا مبروك عليك، روح نشوفوا لك هذه المرأة تزوج بها وتبني دارك إن شاء الله.